جوجل عمل فيها الشيخ حسني وفضح الناس على الهوا. في الساعات اللي فاتت الدنيا قامت وما قعدتش. أكتر من 4500 محادثة حساسة اتسربت من شات جي بي تي واترمت على جوجل، والناس بتسأل: هو البوت تم اختراقه؟ هل أنا في خطر؟ هو اللي بقوله للبوت بينتشر؟ وأسئلة كتير. بس الحقيقة مختلفة تماما. OpenAI ما تمش اختراقه، ولا الشات جي بي تي باع أسرارك، واللي اتسرب كان بسببك. أيوة، بسببك انت. طب ايه اللي حصل؟ جوجل العفريت أرشف كل ده تلقائيا وبقى يطلعه في نتائج البحث. الكارثة إن في ناس كتبت بياناتهم الحقيقية، أرقام وتفاصيل خاصة وأفكار مشاريع، والكلام ده ظهر في العلن. ممكن أي حد يستغله، يبتز أو حتى يسرقه. هل شات جي بي تي بيحفظ اللي أنا بقوله؟ الإجابة الصريحة أيوة، بس بشروط. هقولك 5 وصايا عشان تحمي نفسك. ما تدخلش بيانات شخصية أو حساسة. اعتبر البوت مساعد مش دكتور نفسي. قبل ما تنشر محادثة راجعها وشيل اسمك وشغلك وتفاصيلك. اقفل خاصية حفظ المحادثات من الإعدادات. احذر من الإضافات البلوجنز اللي بتخزن بره التطبيق. الخلاصة: اللي حصل مش فضيحة. الذكاء الاصطناعي مش هيحميك إلا لو انت كنت أذكى منه بخطوة. كانت معاكم حبيبة جمال والكرييتيف بروديوسر محمد جلال.